ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. النهارده فيديو جديد ويوم جديد. ما تنسيش اول حاجه تحطي لي لايك للفيديو وتشتركي في قناتي لو اول مره تشوفيني. فعلي الجرس على اشعار الكل، هيوصلك اشعارات بكل فيديوهاتي الجديده. وتعالوا بقى نسمي الله كده ونشوف هنعمل مع بعض ايه النهارده. بدأت كده يومي ان انا عايزه اشرب كوبايه نسكافيه، فهعمل بقى كوبايه نسكافيه كده حلوه ايه تعدل دماغي، من غير بقى بسكوت من غير اي حاجه خالص. عايزه اشرب بس نسكافيه كده لوحده. فكان عندي كيس لبن من جهينة. طبعا الباكيتات دي بتيجي باكيتات كده، ففضيته بقى في ازازة عشان يكون سهل عليا في الاستخدام، اللي هي ازايز لبن من هيلسي. وكيس لبن جهينة كيلو صافي، انما ازايز لبن من هيلسي بتكون 850 جرام. زي ما شفتوا معايا هو ملى الازازة كده لاخرها، واتبقى عندي كمان كوباية هي اللي هستخدمها. فاخدت عندي بقى مج حلو كده، ونزلت بمعلقتين من السكر وعليه كمان معلقه من النسكافيه، واللي هو النسكافيه البلاك. بلاش بقى اللي هي النسكافيهات التلاتة في واحد والاتنين في واحد والحاجات اللي عليها كريمه. فنخلينا كده ايه في النسكافيه البلاك. انا بستخدم مصر كافيه حلو جدا. عملت بقى فوم كده اللي هو الكابتشينو عشان يبقى ايه من مج نسكافيه عادي لمج كده كابتشينو حلو. فعملت بقى كده رغوه زي ما انتوا شايفين بالمضرب بقى القمر ده. والمضرب ده لو فضلت اضرب بيه شويه كمان يعني ممكن يعمل فوم قد اللي عمله ده مرتين. بيجمد معايا الفوم كويس جدا. والمضرب ده من شركة لومو بيلا. طبعا بتسألوني عنه كتير، فالشركة دي طلعت شركة محترمة قوي وعندها كمان منتجات كتير جدا. فعملت بقى كوباية النسكافيه الحلوة دي ورشيت بقى عليها كده شوية من الهوت شوكليت. وبالنسبة لي كانت احلى كده حاجة. بس لو ماشية على نظام غذائي يعني يفضل تاخدي المشروبات بقى دي يومين بس في الاسبوع، وباقي الاسبوع بيض وفول وجبنة قريش. هيبقى معاكي الدنيا مظبوطة جدا. عملت بقى كوبايه الكابتشينو الحلوه دي وشربتها كده، ولميت طبعا الدنيا بره عندي في الشقه يعني. ساعات كده بتكون تضرب تقلب. فظبطت بقى الدنيا عندي. وهنا بقى هعمل معاكم وصفه البريوش. احلى وصفه بريوش هتجربيها. اخدت عندي هنا بولة العجان، نزلت فيها باربعة عدد بيض، عليهم كده كوبايه من اللبن يكون كل حاجه بدرجه حراره الغرفه. هزود عليها كمان نص كوبايه من السكر بالكوب المعياري. وهزود عليهم معلقتين كبار من الخميره الفوريه. وطبعا في بيض يعني هنزود فانيليا. زودت شوية كده من الفانيليا السائلة بتليق جدا مع المعجنات. فهزود هنا عندي معلقتين كبار من الخميرة الفورية. وهزود كمان معلقة صغيرة ممسوحة من الملح. لو عندك المعالق المعيارية بتظبط معاكي الدنيا جدا. وطبعا زي ما انتوا عارفين اساسي يكون عندنا اكواب معيارية، هتلاقي كل المقادير معاكي بتطلع ناجحة. اخدت عندي بقى كده كل المواد السائله مع بعض، وهبدا ان انا بالمضرب كده السلك اليدوي ابدا ان انا اخفقهم. هزود عليهم كمان نص كوبايه من الزيت. وطبعا لو انا مش بصور فهشتغل كله في العجان، يعني هعمل الخطوه دي كمان في العجان. فبالمضرب كده بتبداي تخلطي كل المواد السائله مع بعض، البيض والسكر والخميره، وزودنا كمان الملح. وهزود كمان نص كوبايه من الزيت. هي المفروض العجينة الأصلية للبريوش بتتعمل كلها من الزبدة. بتنزلي بجزء من الزبدة يعني 200 جرام زبدة. بتنزلي ب100 جرام الأول مع العجينة كده السائلة، المواد السائلة. وبتكملي باقي كمية الزبدة بعد العجينة ما تتعجن. بس عشان تطلع معاكي العجينة خفيفة وحلوة جدا جدا، زودي نص كوباية من الزيت و100 جرام من الزبدة. لازم زبدة يا شيمو، أيوة لازم زبدة، بتطلع معاكي يعني ولا كلمة حلوة قوي. اخدت بقى عندي هنا كده كيلو من الدقيق، وده كده مقدار كيلو من الدقيق. هقول لكم برضو تاني على المقادير. مقدار كيلو دقيق. هزود كده في بولة العجان 4 عدد بيض وكوباية من اللبن، ونص كوباية من الزيت، ونص كوباية من السكر، معلقتين كبار خميرة فورية، معايا كمان معلقة صغيرة ممسوحة من الملح. وببدأ ان انا اخلط معايا كل المكونات الحلوة دي مع بعض. هاخد بقى عندي العجينة في العجان، وابدأ ان انا اشغل بقى العجان معايا، وابدأ انزل عندي باضافة اللبن تدريجيا، لان المقدار هيحتاج معانا كمية سوائل كمان. وطبعا كمية السوائل اللي بيتحكم فيها نوع الدقيق وكمان حجم البيض اللي انت مستخدماه. بالنسبة لي حجم البيض اللي استخدمته ونوع الدقيق اخد معايا نص كيلو من اللبن، يعني نص كيلو الا حاجات بسيطة. فاخدت بقى عندي كده المقدار بعد ما اتعجن معايا كويس جدا واخد كفايته من المية. هنزل بقى عندي ب100 جرام من الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة. اول ما تزودي الزبدة هتلاقي العجينة كده شكلها فاصل معاكي. كملي بقى عجن فيها لحد كده ما تلاقي بولة العجان نضفت خالص معاكي، وتلاقي العجينة امتصت كل كمية الزبدة، وهتبقى معاكي العجينة ناجحة قوي. زي ما انتوا شايفين بقى العجينة بعد ما اتعجنت معايا من احلى واجمل العجاين اللي ممكن تجربيها. ودي عجينة دسمة، يعني عجينة كده غنية فيها قيمة غذائية عالية، ونفس الوقت كمان عجينة بيكون طعمها حلو قوي وبتكون خفيفة.
وانتوا عارفين ان نوع الزبدة اللي بحب استخدمها هي زبدة الحلوب. ومعايا كمان اللي هي بقى الجبنة الكريمي من ريفال، حلوة جدا. دي بقى جبنة بالقشطة، هعملها كده حشو للعجينة، بتكون طعمها حلو قوي عشان طعمها هادي ومفيهاش نسبة ملح، فبتكون مناسبة جدا للحشوات اللي هي بتكون مسكرة شوية. شايفين بقى جمال العجينة بعد ما اخدت وقتها كده في التخمير. وخدوا بالكم ان العجينة دي عجينة تقيلة، يعني هتاخد معاكي وقت شوية في التخمير، ما تستعجليش عليها، سيبيها كده لحد ما تاخد راحتها في التخمير، وهتبقى معاكي العجينة خفيفة قوي. عشان لو استعجلتي عليها وما اخدتش وقتها معاكي في التخمير هتلكم معاكي وتكون عجينة ملكمة، مش هتكون هشة معاكي. بعد بقى التخمير هجيب عندي بقى صينيه وابدا ان انا اقطعها كده كور صغيره. حابه بقى تشكليها خليه نحل، انا عملت صينيه خليه نحل، صينيه عملاقه الصينيه الكبيره. وهشكل كمان اللي هو شكل الشريك اللي هو الحلزون. وفي كمان طبعا الضفيره المتعارف عليها جدا في عجينه البريوش. وتقدري كمان ان انت تسلقي بيض وتعمليها كده شكل الضفيره ومعاها البيض الملون، بيكون شكلها جميل. وكمان بتتباع غالية قوي، يعني القطعة الواحدة بيندفع فيها مبلغ وقدره، فانت بكيلو دقيق هتعملي كمية حلوة قوي. اخدت بقى عندي كده وحدات كده من العجينة، ممكن تعمليها سادة خالص، بس حبيت كده ان انا اعملها شبه الوصفة اللي كانت نازلة ترند السنة اللي فاتت، اللي هي خلية النحل الطيبة او خلية النحل الطرية، حاجة زي كده. وكان عليها كده حليب مكثف محلى، وفيها بقى حشوة الجبنة الكريمي. وهعمل معاكم برضو الوايت صوص بطريقة بسيطة ومقادير كده ثابتة، هتنجح معاكي من اول مرة. اخدت بقى عندي كده العجينه، ببدا ان انا افردها معايا شويه على ايديا، وباخد بقى معلقه صغننه كده من الجبنه الكريمي، وتقفلي عليها كويس قوي عشان الحشوه ما تخرجش بره العجينه وتبوظ شكل الخليه معاكي، وتخلي كده في مسافه ما بين كل واحده والتانيه عشان برضو ندي مساحه للتخمير. ولازم تختمر معاكي مره كمان بعد التشكيل. فهكمل بقى عندي كل الكميه بنفس الطريقه، حامله بقى عندي الصينيه كلها. وهتشوفوا معايا كمان شكلين، اللي هو شكل الحلزون اللي هو الرول بقى اللي ملفوف على بعضه، والشكل التالت اللي هي الضفيرة. وعجينة البريوش يا بنات مش لازم ان احنا نعمل منها كمية كبيرة، يعني تعملي كمية على قد بس ما هتاكلي. العجائن كلها اللي بعملها سواء مثلا عجينة الزبادي او العجينة البسيطة، بقول لكم العجينة دي تقدري تعملي منها كمية وتشيلها في الفريزر. انما عجينة البريوش ما ينفعش ان احنا نعمل منها كمية ونشيلها في الفريزر، هتتشال في الفريزر وكل حاجة، بس مش هتاخدي نفس الطعم اللي هي بقى ايه العجينة وهي فريش. فدايما عجينة البريوش اعملي على قد الاكلة اللي انت هتعمليها، يعني اعملي كيلو دقيق بكيلو دقيق. زي ما انتوا شايفين هي عجينة تعتبر مكلفة، ما بيتزودلهاش مية خالص، كل شغل العجينة بالبيض وباللبن والزبدة، فعجينة دسمة ما ينفعش ان احنا نعمل كمية ونشيلها في الفريزر. اخدت بقى عندي كده قطع من العجين بقى اللي هو الصغير اللي انا مقطعاه، وده كده الشكل الحلزوني اللي هو شكل الشريك، يعني في ناس كتير بتقول عليه شريك. وممكن تدهني وش العجينة بشوية من اللبن وترشي عليها سكر كده اللي هو السكر الخرز ده، بيكون برضو وصفة حلوة قوي. اخدت بقى عندي برضو من نفس الكور الصغيرة كده اللي مقطعاها، هاخد بقى العجينة على شكل رول كده، ويكون بقى الرولات دي تكون رفنعة كده شوية عشان احنا هناخدها كده شكل الضفيرة، فهتكون يعني تعتبر معانا 3 طبقات، وعشان العجينة ما تكونش معاكي تقيلة قوي. اخدت بقى كده رولات العجين وببدأ ان انا ايه يعني اشبكهم كده ال3 مع بعض، واعملي بقى ضفيرة كأنك بتعملي ضفيرة كده لبنوتك. فاشتغلي بقى شكل الضفيرة كده، بتكون سهلة وشكلها بيكون مميز. وممكن برضو تدهنيها بشوية من اللبن وترشي على وشها شوية سكر، فزي ما تحبي بقى، يعني الاضافات دي على حسب انتي ما بتحبي الاضافة ايه. خلصت بقى هنا تشكيل كده الضفيرة، ولازم تقفليها كويس جدا من الاطراف. حابة تعملي كل الكمية ضفيرة، حابة تعملي كل الكمية على شكل الشريك، حابة تعملي مثلا الكمية على صينيتين من خلية النحل، زي ما تحبي. ودول كده اشهر 3 اشكال لعجينة البريوش. هكمل بقى عندي الكمية، وهنا بقى كنت ظبطت كده الكمية وخلصتها. دي كده صينية خلية النحل، وعملت كمان صينية تانية تشكيلة كده ما بين الضفيرة بقى الكبيرة او الضفيرة الصغيرة، وشوية كده من اللي هو شكل الحلزون. في دورق بقى الخلاط او دورق كده الهاند بلندر، هتنزلي معاكي بكوباية من الحليب البودرة، هتزودي عليها كوباية من السكر البودرة، وممكن كمان تمشي بالمقدار ده نص كوباية نص كوباية نص كوباية. ممكن تنزلي نص كوباية لبن بودرة ونص كوباية سكر بودرة، ومعاكي كمان نص كوباية من الحليب، بس انا هنا هستخدم كوباية عشان ايه انا عاملة مقدار الكوباية. هقول لكم برده المقدار تاني. نزلت كده بكوباية من اللبن البودرة، وكوباية من السكر البودرة، وكوباية كده من اللبن اللي هو الحليب. هزود بقى عليهم شوية من الفانيليا البودر وشوية من الفانيليا السائلة، يعني الفانيليا اللي تحبيها زوديها، مفيش فيها اي مشكلة. وتبدأي بقى تخلطيها سواء بالهاند بلندر او بالخلاط، الاتنين صح.
معايا بقى الخليط كده بعد ما يختلط معايا كويس. اللي هيربط بقى معايا الصوص ويخليه صوص متماسك كده وحلو ان احنا بنزود معانا الزيت. هاخد كده معايا كوبايه من الزيت انزل بيها تدريجيا لحد كده. الوصفه سهله جدا مفيش فيها اي افتكاسات، انت بتمشي بالمقدار كده كوبايه 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 او نص كوبايه نص كوبايه نص كوبايه من كل نوع. بتنزلي بقى بالزيت تدريجيا سواء بتستخدمي الهاند بلندر او الخلاط. والميزه بقى في الصوص ده ان انت اللي بتقدري تتحكمي في قوام الصوص. يعني لو انت عايزه القوام خفيف بتزودي شويه لبن لو حسيتي ان هو تقل معاكي، لو انت عايزه القوام يتقل معاكي بتزودي شويه زيت. يعني الصوص ده مفيش معاكي فرصه ان الصوص يبوظ منك. تقدري تزودي شويه زيت لو عايزاه تقيل وتزودي شويه حليب لو انت عايزاه خفيف. لحد هنا معاكي وايت صوص ممتاز قوي، هتشوفوا قوامه كمان وشكله بيكون حلو قوي وكمان طعمه بيكون مميز. ممكن بقى تعمليه او تحوليه لصوص جبنه. البديل بقى للجبنه المكعبات اللي هي اسعارها اوفر قوي ان انت هتستخدمي جبنه ريفال الكريمي. هتزودي كده معلقتين كبار من الجبنه وبقى عندك احلى صوص بالجبنه. تقدري تستخدميه لخليه النحل دي او ممكن تزوديه مثلا على السينابون، بيكون صوص مميز قوي. خلصت بقى عندي كده الصوص وبقى الصوص عندي جاهز. وزي ما قلت لكم اللي بيتحكم في قوام الصوص الزيت واللبن، حبه خفيف او تقيل انت اللي بتتحكمي. زودت عندي معلقتين كبار كده من اللي هي الجبنه الكريمي وببدا ان انا اكمل برضو خفق معايا بالهاند بلندر. وكمان كان عندي اللي هو النوتيلا او بديل النوتيلا من كواليتي تارجت. كانت بقى عندي شويه كده في العلبه فحبيت برضو ان انا ازودهم معايا للصوص، برضو اضافه حلوه جدا وبرضو كواليتي تارجت من الشركات المحترمه قوي. فهنا بقى الصوص معايا كان جاهز. وشايفين بقى الدرق ده كله تقريبا الدرق ده نص لتر او اكتر كمان او 750. فيعني هتعملي كده في البيت احلى وايت صوص. اوفر كتير قوي ما تشتري العبوات الجاهزه. يعني عبوه الماجيك اللي هي تقريبا 100 جرام ب45 جنيه او ب50 جنيه اللي هي العبوه الصغيره. فلكي بقى انت تخيلي عملتي كميه الوايت صوص دي كلها من حاجات كده موجوده عندك في البيت. ودايما لما بكتب ميزانيه بحب ان انا اكتب فيها جزء كده من خامات الحلواني زي الكاكاو الخام، اللبن البودره، كاستر، بسبوسه، حاجات من الحلوه دي تكون موجوده عندي دايما. فهتلاقي كده الصوص يعني بالنسبه لي انا ما كلفنيش حاجه، لان حد هيقول لي ما اللبن البودره يا شيمو غالي، فانا بشتري من ضمن مشتريات الشهر فما بحسش ان انا يعني بكلف الوصفه قوي. كل الحاجات بتكون موجوده عندي في البيت. فهنا بقى كنت زودت كده معلقه كبيره من اللي هي النوتيلا او بديل النوتيلا. ومن غير برضو بديل النوتيلا هتبقى معاكي الوصفه ناجحه جدا. خلصنا بقى كده الوايت صوص، جربوه بقى وزودوه على الكيكه، زودوه على السينابو، زودوه على الخليه الطريه، زوديه على اي حاجه انت بتحبيها هيعجبك قوي. شايفين بقى الجمال. وطبعا ما حدش بيصور خيبته هنا بس سهيت شويه على الصينيه الاولى او الصاج كده اللي كان في الاول فاخد معايا لون. فبرضو ملحوظه مهمه جدا، الوصفه دي فيها كميه بيض ولبن وزبده، يعني تاخدي بالك قوي من التسويه. ما تحطيش كده الصينيه وتسهي كده في اي حاجه تانية زي ما انا عملت عشان يعني ما تتلسعش معاكي بسهوله. فالحمد لله يعني كان طعمها مش محروق، هي اخدت لون بس ما فيهاش طعم ان هي محروقه. هي بس اخدت لون زياده شويه عشان البيض اللي موجود فيها والزبده وكمان بقى السكر والحاجات دي كلها بتساعد ان العجينه تلون معاكي. وعجينه البريوش انا عن نفسي مش بحب ازود كده على وش العجينه صفار بيض ولا بحب ان انا ادهنها ببيض خالص. هي كده مش بتتحمل معانا اصلا تاخد وقت في الفرن، فبتاخد معاكي وقت كده بسيط في الفرن وبتطلع معاكي بالجمال بقى اللي انتوا شايفينه ده. شايفين بقى الجمال. قدمي بقى كام واحدة كده في كل طبق على حسب بقى اللي حابب ياكل. وزودي بقى عليها كمان شوية من الصوص، لو بتحبي طعم القرفة زودي عليها كمان رشة من القرفة، بيكون طعمها برضو مميز للناس اللي بتحبها. ونفس الصوص يا بنات بنفس المقدار ممكن تشيلي كوباية اللبن البودرة وتزودي بدلها كوباية كاكاو، هيبقى معاكي شوكليت صوص. يعني مش عايزة اقولكوا على جماله. جربوا بقى الوصفات دي هتعجبكم جدا. اوقات كده بنحس ان احنا محتاجين ناكل حاجة حلوة، حاجة مسكرة، فتعملي بقى الحلويات في البيت بجد مفيش احلى من كده. فدي وصفة حلوة. وده كده شكل الصوص. حابة بقى تقليه حابة تخففيه ليكي كده حرية الاختيار. وشكل بقى اللي هي الضفيرة برضو بعد التسوية شايفين بقى الجمال. اخدت كده شكل وشكلها كان حلو وكمان طعم العجينة مميز قوي. فجربوا وصفة بقى البريوش بوصفة كده الصوص الحلو ده بجد هتدمنوها. وخدي كده مني المقدار وما تراجعيش ورايا، جربي على طول وان شاء الله تطلع معاكي الوصفة
احلى حاجه في الدنيا. ربنا رب كده يحسن ما بين ايديكم. هنا بقى كنت عايزه اعمل وجبه غدا عشان برضو اشارك معاكم وصفات كده التفريزات اللي عملتها معاكم اول الشهر. فكان عندي بقى كده اللي هو ايه الفراخ كده اللي كنت عاملاها، كنت كاتبه كده على العلبه دي فراخ مشويه. فجيت بقى عشان اعملها في كيس حراري ما لقيتش موجوده عندي كيس حراري، فقلت خلاص هرصها بقى في صينيه كده في الفرن واشويها كده في الفرن على طول. برضو اخدت نفس النتيجه. الفراخ دي كانت متبله بملح وفلفل اسود وشويه كده من اللي هو البصل المفروم، وبنزود عليها قرفه. واي باكت بقى موجوده عندك خلطات جاهزه سواء شيفي او ويل زوديهم على الفراخ وهيبقى عندك اسهل تتبيله للفراخ. شويت بقى عندي الفراخ هنا في الفرن، والبنات بقى كانت ايه بتحمر بطاطس وبتعمل مكرونه، وانا بقى لو فضلت واقفه معاهم هقعد بقى ايه القط بطاطس واكل مكرونه. فقلت ايه اخد كده الفراخ والعيش كده واهرب من قدامهم خالص. وعملت بقى الصينيه الحلوه دي، اخدت كده نص رغيف قسمته كده على ربعين، وجزء كده من الفراخ سواء بقى وراك او دبابيس زي ما تحبي، وكمان كده كام حته من المخلل بس عشان ايه تكسر معايا الطعم. وطبعا قبل كل وجبه بناخد كوبايه من الميه. حابه تاكلي ربع فرخه يعني تاكلي الورك كامل، حابه تاكلي مثلا هو جزء من الورك زي ما تحبي. ودي كده كانت وصفه غدا حلوه قوي. هنا برضو كمان كنت عامله معاكم في تفريزات اول الشهر وصفه البرجر اللي كان بحشوه الجبنه الموتزاريلا. وسالتوني برضو على نوع الجبنه الموتزاريلا اللي هي ريفال، اللي هو الكيس اللي كان لونه ازرق، كان اول مره اجربه. فتعالوا بقى نشوف كده مطه الجبنه وجمال بقى البرجر اللي هو بيتعمل بقى بحشوه الجبنه، خطير قوي. كنت عامله كمان معاه توميه، وكنت شاريه بقى عيش فينو جاهز من بره، وبرده البنات كانت بتحمر بطاطس. البطاطس دي اساسي معايا كده في فطار وفي غدا، بتكون حلوه. فهنا بقى كنت ايه بقطع معاكم وحدات البرجر بعد ما شويت بقى على الجريلا. وطبعا اللي كان في الدروس كان لسه ما جاش، فكنت سايبه ايه باقي كميه البرجر عشان ياكلوها كده وهي سخنه، وتكون الجبنه بتمط كده وجميله. وتقسمي بقى معاكي واحده البرجر هتلاقي بقى الجبنه فيها باظظ خالص كده. وزي ما قلت لكم عيش فينو بقى جاهز مع توميه. وكمان قطعه البرجر دي القطعه العملاقه القطعه الجامبو، فالقطعه الواحده عملت معايا 2 سندوتش، واكلوا بقى جنبها سندوتشات بطاطس، وكانت وجبه غدا حلوه جدا. وكده يبقى شاركت معاكم وصفتين كده او فكرتين ليومين غدا من ضمن التفريزات اللي عملتها اول الشهر، عشان الشهر ده هتكون التفريزات والمشتريات مختلفه تماما. فانتظر بقى الفيديوهات الجايه ان شاء الله كده تعجبكم. وكده وصلت معاكم لنهايه الفيديو، اشوفكم على خير في فيديو جديد ويوم جديد، ومع الف سلامه.